يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن في العالم ده المنطق فيها بيقف يتفرج، والواقع بيبقى أغرب بكتير من أي فيلم خيال علمي. إحنا النهاردة في قلب الهند، الكوكب اللي الحجر فيه بيطلع مزيكا، والحيوانات فيه بتعرف تساوم وتثبت الناس عشان تاخد حقها ناشف. وهتشوف معانا مشاهد مرعبة لطقوس هستيرية الستات فيها بيسلموا عقلهم لقوة مجهولة. ولو فاكر انك عارف اسرار الدنيا، جهز نفسك عشان اللي هتشوفه دلوقتي هيغير كل تفكيرك. ويلا بينا. تعال اوريك اغرب عمود في الهند، قطعة فنية حيرت العالم. العمود مصنوع من الجرانيت، والغريب ان في قطعة بتلف ومنحوتة جواه كأنها جزء واحد. والاغرب انك بمجرد ما تلمس العمود او تلفه بيطلع صوت زي المزيكا. والسر هنا ان الاعمدة دي في معبد فيتالا، والنحاتين فرغوا الجرانيت بدقة عالية عشان يعملوا أجزاء متحركة، وظبطوا كثافة الحجر بحيث تطلع ترددات صوتية هي سر المزيكا دي. وده لغز هندسي وتاريخي ملوش تفسير لحد النهاردة. بس سيبك من الحجر وتعالى بقى نشوف ذكاء الحيوانات اللي وصل لمرحلة التثبيت والمساومة. كلنا شفنا ذكاء القرود في الأفلام، لكن في الهند الموضوع حقيقي. القرد هناك بيقدر يعمل معاك مقايضة، هيسرقك وبكل بساطة، وعشان تاخد حاجتك لازم تديله بديل، تشتري له أكل أو حلويات وتديها له عشان يرجع لك حاجتك زي ما انت شايف كده. والسر في السلوك ده إن القرود في معبد أولواتو اتعلمت بمرور الأجيال إن أغراض السياح زي النظارات والموبايلات قيمتها عند البشر أعلى من الأكل، فبقوا يستخدموها كرهينة للضغط عليك. بس سيبك من ذكاء الحيوانات وتعال نشوف أغرب تقاليد بشرية ممكن تشوفها. لو فضلنا نتكلم عن عادات الهند مش هنخلص، كل يوم في جديد. واللي انت شايفه ده مهرجان بونالو. الستات بتتجمع وتبتدي تعمل حركات غريبة، وبيقولوا انها بتحصل لما بتحل عليهم أرواح بتخليهم يتصرفوا بالشكل ده. والمهرجان ده معروف باسم باني باري، والاعتقاد هناك ان الطقوس دي بتطهر القرية من الأرواح الشريرة، والستات اللي بيظهر عليهم الحالة دي بيعتبروهم نالوا البركة. والمشهد ده بيتكرر سنويا وسط ذهول أي حد بيشوفه لأول مرة. بس سيبك من الأرواح وشوف اللي بيتدحرجوا فوق بقايا الأكل عشان يهربوا من النحس. وعلشان احنا في الهند فمستحيل تتوقع اللي جاي، لأن كل لقطة بتشوفها بتبهرك أكتر من اللي قبلها. واللقطة اللي انت شايفها قدامك دي، الناس بعد ما بتخلص أكل بيسيبوا البقايا على الأرض، والناس التانية بتنام وتتدحرج فوق الأكل ده. والطقس ده اسمه مادي سنانا، وبيتعمل بقاله أكتر من 500 سنة في معابد جنوب الهند. والاعتقاد هناك إن بقايا أكل الطبقات العليا فيها بركة بتشفي الأمراض الجلدية. ورغم الجدل الكبير اللي بيعمله الموقف ده، إلا إنه لسه مستمر كواحد من أغرب طقوس التطهير في العالم. بس سيبك من الأكل دلوقتي وتعالى شوف الكهنة نفسهم بيعملوا إيه. أنت تعرف إن أسهل حاجة الناس بتعملها في الهند عشان تعيش هي إنهم يعملوا نفسهم كهنة؟ الكاهن هناك بياخد حقه تالت ومتلت، وأي حاجة بيتمناها بتكون عنده. والأغرب من كده إنه هو ماشي في الشارع أي حاجة بيشاور عليها بياخدها وبكل بساطة. والزتونة هنا إن الكهنة دول خصوصا السادوس الناس بتخاف من دعوتهم أو لعنتهم، فبيعتبروا إن تنفيذ طلباتهم ده واجب ديني هيجيب لهم البركة. سيبك من سيطرة الكهنة وتعال نشوف أغرب لقطة ممكن تقابلها في شوارع الهند. تعال بقى النهاردة أوريك أقوى راجل في الهند، واللي مش هتصدق بيعمل إيه. الراجل ده بيقدر يكسر الحديد ويتنيه بكل بساطة، وكأن العظم اللي جوه جسمه مصنوع من المعدن. والسر هنا إن الراجل ده اسمه أمانديب سينج، ومشهور بلقب الرجل الحديدي. أمانديب مش بس بيتني الحديد، ده دخل موسوعة جينيس بأرقام قياسية مرعبة. والسر ورا قوته مش بس عضلات، ده تدريب قاسي جدا من صغره على فنون قتالية هندية قديمة بتخليه يقدر يتحمل ضغط ومجهود بدني فوق طاقة البشر العاديين. وبعد كل اللي شفته ده، أظن إنك عرفت ليه الهند بلد العجايب اللي ما بتخلصش. يعني من أعمدة بتعزف مزيكا، لقرود بتخطط زي العصابات، لحد كهنة ليهم هيبة ملهاش حدود، وراجل حديدي بيكسر المنطق قبل ما يكسر المعدن. الهند مش مجرد بلد يا صاحبي، دي كوكب تاني ماشي بقوانينه الخاصة. وكل يوم هناك بيثبت لنا إن الواقع ممكن يكون أغرب بكتير من أي خيال ممكن تتخيله. دلوقتي بقى الدور عليك، قولي في التعليقات إيه أكتر لقطة صدمتك في الفيديو، وهل قلبك جايبك تروح تزور الأماكن دي وتجرب الهيبة دي بنفسك؟ وما تنساش تعمل اللايك والفولو عشان اللي جاي أشرس بكتير. سلام.